السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد وفيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عليه أفضل الصلاة والسلام. كل سنة وانتم طيبين. وكل بقى نزل وصفات لحمة والوصفات بقى الحاجات بتاعة العيد الكبير. أنا هنزل معاكم وصفة حلوة جدا، لو جربتيها هتنسي البسارية المقلية، الطبق الجميل ده. يلا نخش على الفيديو نشوف عملناه ازاي. اول حاجه طبعا جبت البسارية بتاعتي وكنت منضفاها كويس جدا، وكنت نقعاها بملح وليمون وغسلتها كويس جدا كذا مره. وبعد كده قطعت في حدود طماطمتين وسط كده، قطعتهم تقطيع صغير. ودقيت في الهون عندي يعني في حدود 5 فصوص توم كبار كده. كلنا عارفين ان السمك بيحب الكمون والثوم. اول حاجه جبت الصينيه اللي انا هعمل فيها البسارية بتاعتي. فعلا لو جربت البسارية دي هتنسي البسارية المقليه، جميله جدا. كنت دقه التوم طبعا بشويه من الملح عشان التوم ينعم معايا. جبت كده الصينيه ونزلت بالطماطم ونزلت بالثوم اللي احنا دقينه. طبعا قبل كده عملت معاكم هرسه الشطه، وانا ما بستغناش عنها. هرسه الشطه عندي بتبقى عباره عن هرسه شطه بس من غير توم، عشان كده احنا دقينا الثوم لوحده. انا بعملها بس هرسه شطه وملح، وبحط على وشها زيت وبحفظها في الفريزر، وقت ما بحتاجها فعلا بتسهل عليا كتير. جبت كده منها معلقه كبيره وحطيتها على الطماطم والثوم. يلا بقى نحط الكمون بتاعنا، عشان زي ما انا قلت لكم في اول الفيديو ان الانواع الاسماك كلها عامه بتحب اكتر حاجه الثوم والكمون. هنقلب بقى الدنيا دي كلها مع بعض ونظبط ملحنا وكده، وننزل بقى بالبسارية بتاعتنا المغسولة كويس والمنقوعة وكانت زي الفل. هنبدأ نقلبها كده زي ما انتوا شايفين، وهنكمل بقى الوصفة بتاعتنا. الاضافات الجاية هتكون اضافات بسيطة جدا، مش اضافات كبيرة كتير. احنا كده بس كان توم وطماطم وهريسة شطة كمون وملح، التوابل بتاعتي بس. وهبدأ انزل بشوية خل، وهنزل بعصير ليمونة كبيرة، وهنزل كمان بشوية زيت على الوش. وكده الصينية بتاعتك جاهزة، وطعمها بيكون خفيف وجميل، بتكون حاجة كده روعة. يعني جربي فعلا البسارية في الصينية، هتفرق معاكي جدا في طعمها، وهتحسي بطعمها كمان عن المقلية او تغيير عن المقلية. عصرنا الليمونة الكبيرة ونزلنا كمان بمعلقة خل كبيرة، وهنبدأ ان احنا بقى نقلب المكونات كلها بتاعتنا مع البسارية. وفاضل حاجة واحدة او تركة واحدة في صينية البسارية بتاعتي، اللي هي شوية الزيت اللي هنحطهم على الوش. هنحط بقى شوية الزيت، وبعد كده هنحط البسارية على البوتاجاز. هتقعد بقى تنزل ميتها وتشرب ميتها لحد ما تنشف خالص. هي كل الحكاية بتاخد في حدود ربع ساعة على البوتاجاز. لما تنشف بقى معاكي خالص تنزل ميتها كده وتشم ريحتها، وتنزل الصوص بتاعها وتبدأ تشربه. ندخليها على الشواية تاخد وش كده، وبكده البسارية بتاعتنا هتكون جاهزة. البسارية طبعا بتتجهز معايا، فقلت اعمل كده معاكم طبق سلطة حلو، علشان طبعا كلنا عارفين ان الاسماك بتحب السلطة. هنعمل طبق سلطة، وممكن تاكليها بعيش، بس انا بحب اكلها جنب رز ابيض بس حته سمنه بلدي كده. عملنا برضو طبق من الرز الابيض، كان حلو جدا وسهل. بس وقت التقديم بقى ده انت حريه شخصيه ليكي، عايزه تعملي سلطه، وعايزه تعملي طحينه، وعايزه تعملي بابا غنوج، عايزه تاكليها بعيش. التقديم ده بقى كل واحد بذوقه، او كل واحد هو عايز ياكل ايه. انا في اليوم ده عملت زي ما انا قلت لكم جنبيها رز ابيض، وعملت سلطه. شايفين شكلها طبعا لما دخلناها على الشواية ووشها اتشد شوية، كانت ريحتها قلب البيت عندي. فعلا الفسارية بالطريقة حلوة. طريقتها بسيطة وجميلة، معرفش انتوا تعرفوها ولا لا، بس هي فعلا انا بعملها كده من زمان، وامي كانت بتعملها. طريقتها جميلة وطعمها حلو وخفيفة وبسيطة. وفعلا انا من الاكلات المميزة عندي اللي هي البسارية في الصينية. جربيها بطريقتي، ولو الفيديو عجبك او انت بتعمليها كده قولي لي ان كنت بتعمليها كده ولا لا. ولو مش بتعمليها جربيها وارجعي قولي لي رايك فيها. بس هي فعلا جميله جدا. بدأنا بقى نجهز الطبق اللي احنا هناكل فيه كده. قلت اعمل لكم بقى ايه جو زي اللي الواحد بيشوفه كده في تقديم الاكلات في الاخر. وطبعا جهزنا الرز الابيض بتاعنا، وشويه بقى جرنشه للطبق بتاعي كده. فده كانت وصفتي معاكم النهارده. عملنا البسارية في الصينيه باسهل الطرق، طريقتها سهله وبسيطه وفعلا طعمها حلو. جربيها هتعجبك جدا. وبعيد بقى عن الزيت والمقليات والحاجات دي، الوصفه فعلا سهله وسريعه وبسيطه، مش بتاخد معاكي غير كل الحكايه ربع ساعه على البوتاجاز ودقيقتين 3 على الشوايه، هتبقى جاهزه معاكي. جربوا طريقه البسارية على طريقتي، واتمنى الوصفه تعجبكم. لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناه. وخدي لفه كده في القناه، فيها فيديوهات كتير ان شاء الله تستفيدي منها وتطلعي منها بمعلومه حلوه. مع السلامه، استودعتكم الله.